السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديونا النهارده ازاي هنعمل البوظة في البيت بأسهل وأبسط طريقة. شايفين الشكل والقوام؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده من الآخر، حاجة نظيفة انت عاملاها في البيت. وخلاص احنا كده داخلين على الصيف، فلازم يكون في حاجة تشربيها كده وحاجة هتفرح أولادك. شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة. مكوناتها موجودة في البيت ومش مكلفة خالص. شايفين من الكوباية دي عملت كمية كبيرة قوي كده من البوظة. طريقتها سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف المكونات كده مع بعض. معايا حلة هنا، هنزل فيها كده بكوباية دي. طبعا دي لازم يكون منخول. بنفس المج اللي معايا ده هعاير بيه السكر، هعاير بيه المية. يعني الكوباية اللي هتعايري بها دي هي اللي هتعايري بها المية، هي اللي هتعايري بها السكر. انا هنا كده معايا كوباية دي، ودي كوباية الا ربع سكر. كوباية الدقيق بتاخد 4 كوبايات مية. ادي اول كوباية، والتانية، والتالتة. كده 4 كوبايات مية. هنقلبهم كده كويس، السكر مع الدقيق مع المية. طبعا انا اهم حاجة تقلبهم كويس لحد لما الدقيق والفقاقيع دي تختفي خالص. زي ما انتوا شايفين كده، بتقلبي فيها كده لحد لما الدقيق يدوب والسكر يدوبوا تماما. ها، شايفين السكر والدقيق كده دابوا مع بعض. انت لو حابة تضاعفي الكمية بتضاعفي الكمية، تبقى 2 دقيق، كوباية ونص سكر، 8 كوبايات مية. لو حابة تضاعفي الكمية. هركن الحلة كده على جنب، وهنعمل الخميرة كده مع بعض. معايا كوباية هنا، هحط ربعها كده مية. طبعا انت لو هتعمليها في الشتاء بتعملي مية دافية، لكن احنا خلاص الجو بدأ كده يحرر، فهنعملها من مية عادي من الحنفية. هنزل عليها كده بمعلقة من السكر، كيس من الخميرة الفورية. هقلبهم كده كويس مع بعض. بعد ما قلبناهم هنسيبها كده على جنب لحد كده لما تتفاعل. هناخد الحلة كده نحطها على النار، وطبعا النار ما تكونش عالية عشان ما تحرقش معاكي اللي تتلسع منك او الدقيق يكلكع. لازم تكون على نار هادية او متوسطة. طول ما انت واقفة بتقلبي فيها، ما بتسيبيهاش خالص. هنفضل نقلب فيها بالشكل ده لحد لما تتقل معايا. شايفين بدأت تتقل كده؟ ما شاء الله. شايفين قوامها؟ طبعا لما تغلي معاكي وتعمل فقاقيع كده، عشان الدقيق ما يبقالوش طعم في البوز. الدقيق لازم يستوي.
اهو طول ما انت واقفة على النار وايديكي فيها. شايفين القوام بدأ يتقل. طبعا انا ما فصلتش علشان تشوفوا الفيديو كامل. قوامها تقل ما شاء الله، وبدأت تغلي معايا كده زي ما انتوا شايفين. شايفين بتغلي ازاي؟ كده هنطفي عليها ونسيبها كده تبرد. هنسيبها تبرد كده حوالي ربع ساعة تلت ساعة تكون دافية. بعد ما بردت بالشكل ده انا سبتها حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. شايفين الخميرة اتفعلت ما شاء الله وملت الكوباية. طبعا انا زي ما قلتلك لازم تكون دافية ما تكونش سخنة. هنزل كده بالخميرة وهقلبها كده كويس. طبعا انا حطيت كيس فانيليا بس ما جاش في التصوير. بعد ما بتبرد بتنزلي عليها بكيس من الفانيليا عشان يديها طعم حلو. هقلبهم كده كويس مع بعض الخميرة. قلبناهم كده كويس. بعد ما قلتلك لازم تكون دافية ما تكونش سخنة عشان هيبطل مفعول الخميرة لو هي سخنة. هنغطي عليها كده ونسيبها حوالي تلت ساعة. بعد ما شاء الله شايفين شكلها بعد ما سيبناها كده تلت ساعة. هناخدها بقى في الخلاط وهنضربها كويس قوي. لو عندك مضرب كهربائي ممكن تعملها بالمضرب الكهربائي. انا زودت هنا كمان معلقتين سكر. ونص كوباية مية، المية تكون ساقعة. هقلبهم كده كويس مع بعض. هناخدها بقى في الخلاط وهنضربها كويس قوي.
طبعا انا هاخدها اضربها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. شايفين بعد ما ضربتها، شايفين الرغوة بسم الله ما شاء الله، ولونها فتح والكمية زادت. هنجيب بولة كده، هننزل فيها كده بالبوزة. شايفين قوامها بسم الله ما شاء الله، وشايفين لونها. طبعا هي تعتبر لسه دافية شوية، فهنحطها بقى في التلاجة تسقع. ممكن تسيبيها ساعة، نص ساعة، على حسب ما تسقع معاكي. شايفين قوامها بسم الله ما شاء الله. هنغطيها كده بكيس وندخلها التلاجة. شايفين بعد ما خرجناها من التلاجة وساعت ما شاء الله. شايفين قوامها وشايفين الرغوة. حاجة كده تحفة.